تكلمنا سي نور الدين على اخر المستجدات الملف ديال العياشي الرياحي واخر ما صرحت به النيابه. اليوم احنا في امام بوابه محكمه الابتدائيه بمدينه القصر الكبير على اليوم الثاني على التوالي، واليوم كذلك كيصدر قرار النائب العام على تمديد ليوم ثالث، اذا 3 أيام من التمديد للرفيق العياشي الرياحي الذي يحاكم في اطار تداعيات الملف ديال دوار الشليحات والدواوير المجاوره. هاد الفبركه الملف بالنسبه للرفيق العياشي ماشي الاولى، سبقتها فبركه الملف ديال في اطار الحركه ديال 20 فبراير حتى تم صياغه محضر يجرم العياشي ويشبهه برئيس عصابه، لكن امام قوات وصمود المناضلين وهيئه الدفاع تم التبرئه ديال الرفيق العياشي وفتح المؤامره، بان على ان العياشي بريء من كل التهم الملفقه له. اليوم تلفق له تهمه ثانيه في اطار ملف الرفيق العياشي انتدم من طرف الحزب الطليعه الاشتراكي الديمقراطي للمؤازره والوقوف لمعاينه المشكل وتداعيات المشكل اللي كاين في دوار الشليحات، فاذا به عند عودته في الطريق يعتقل وتنسب له تهم تحريض، وكأن ساكنه ديال دوار الشليحات قاصرين اطفال يتم تحريضهم من طرف اشخاص كبار. الرفيق العياشي شاف مهمه نضاليه تضامنيه مع الناس، لم يقم بتحريض، لم يقم باشعال الفتن. المقاربه ديالنا احنا في حزب الطليعه الديمقراطي هو ان المعالجه ديال القضايا داخل البلديه هي معالجه تقتضي الحوار، تقتضي الانصات الى الساكنه، تقتضي ادماج الساكنه في المشاريع التنمويه المقامه على اراضيهم. لا يعقل على ان الباديه في المغرب اللي 90% فيها محرومه من الماء، محرومه من الكهرباء، محرومه من المدارس، محرومه من الطرق، في وقت ما اننا خصنا نوفروا لها هذه الحاجيات، اننا كنقيموا مشاريع تنمويه في وسط منا اللي هي محرومه وغير مدمجه فيها. اذا بالنسبه لنا المقاربه ديال التنميه، نعم للتنميه، نعم للاستثمار، ولكن لا للاستثمار الذي يكون على حساب كرامه الشعب المغربي، على حساب المواطن البدوي، على حساب ارضه. اذا نطالب الجهات المسؤوله، نطالب مركزي الحكومه الحاليه على فتح حوار جاد ومسؤول مع الساكنه ديال مدينه ديال دوار الشليحات للانصات اليهم، للانصات الى المواطنين. لا يمكن ان نتعسف على مواطنين مغاربه من اجل ان يستثمر الاجنبي، ونحن نقول ونبوح باننا دوله ديمقراطيه في اطار دستور جديد، ونتعسف على مواطنينا من اجل اقامه مشاريع كرها فوق الدواوير. هؤلاء يعانون من الناموس الذي اصبح يؤذي حتى الماشيه ديالهم. اذا ضروري من الانصات، ضروري من الجلوس الى الطاوله للحوار مع المقاربه الامنيه والقمع. لن ينفع ولن يجدي، بالعكس سيزيد في الاحتقان وسيزيد في خطوره الوضع. نتمنى ان يتلقفوا هذه الاشاره وان يسرعوا في الحوار والجلوس الى جانب الضحايا والى جانب المتضررين.